من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك لتقديم التهنئة له ولكافة رجال الشرطة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة. اسمحوا لي في البداية أقول لكم جميعا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما وزارة الداخلية وقوات الشرطة وزمايلنا من الضباط والأمناء وكل اللي بيعمل في جهاز الشرطة بخير وسلام. الحقيقة الأيام بتأكد كل يوم إن الشرطة والجيش هم الأساس الحقيقي لأمن واستقرار مصر. الدولة المصرية أمانة، مش الدولة بس، الدولة أهلها أمانة في رقبتنا الاثنين، الجيش والشرطة. والتحدي اللي موجود تحدي لا شك، يعني تحدي كبير، لكن وزارة الداخلية ما شاء الله يعني حاجة تشرف وتفرح، وربنا يا رب دايما يوفقكم، واحنا جنب منكم ومعاكم عشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها. الحقيقه الدور اللي قامت بيه وزاره الداخليه وقواتها والجيش في تامين الاستفتاء اكد ان احنا قادرين على ان احنا نحقق استقرار حقيقي رغم كل التهديدات وكل الكلام اللي اتعمل. لكن الاستفتاء رغم احنا بنتكلم على امتداد الجمهوريه بالكامل بعدد أكثر من 30,000 لجنة أو مركز انتخابي، يعني ما شاء الله ده تم تأمينه بمنتهى السلاسة والأمان. يعني الحقيقة الاعتداء على الشرطة والجيش ده معناه بداية الخطر الحقيقي على الدولة المصرية. الدولة المصرية فيها 90 مليون. قبل 90 مليون دول ما يحصل لهم حاجة احنا الأول نروح يخلصوا علينا، احنا الأول على الجيش والشرطة، وبعد كده بيعملوا اللي هم عايزينه. لكن قبل ما يمس ال 90 مليون احنا الحائط واحنا الدرع اللي بيحمي دول الناس دول. اللي عايز يعيش معانا بأمان وسلام أهلا وسهلا. معاهد الشعب المصري كله ان احنا بإذن الله لن نبخل حتى بأرواحنا في إعادة الأمن والاستقرار في البلد دي.